في ليلة قمر كامل بتجري بنت صغيرة خايفة في الغابة وبتتكعبل في بعض الفخاخ، بس لحسن حظها ما اتعورتش لأن الفخاخ دي مش معمولة عشانها. من ناحية تانية في عيلة قريبة، وفي بيت العيلة الأب بيبدأ يقفل البيت علشان خايف من حاجة شريرة. أم الشاب تشارلز بتديله قلادة تحميه وبتروح لزوجها اللي بيحرس الباب بسلاحه. فجأة البنت الصغيرة بتخبط على الباب بتطلب المساعدة، لكن بدل ما يساعدها الراجل بيضرب النار ناحيتها فبتتفادى الرصاصة. بعد كده على طول بيظهر وحش بيحاول يدخل البيت، فبيخاف تشارلز الصغير اللي ما بيعرفش يعمل حاجة غير انه يشوف ابوه اللي بيضرب النار على المخلوق اللي بيرعبهم، لدرجة انه بيرمي راس حصان في نص الصالة. للأسف الرصاص ما بيأثرش في الوحش اللي بسرعة بيقدر يدخل بيت العيلة وبيقتل ابو وام الولد بمنتهى السرعة. ووقت ما الوحش بيقرب من تشارلز الصغير بيفعل آلية بتخلي النجفة تقع من السقف على المخلوق. قبل ما الولد يمشي بيولع في البيت علشان يحرق الوحش، لكن بعد ما مشي جسم المستذئب بيتحول للبنت الصغيرة